زمانه بقى عظمتين نرميهم في المصرف ويا دار ما دخلك شرف. اتجننت يا نعيمه؟ جثه ايه اللي عايزانا نطلعها؟ انت فاكراها سريعه تانية؟ ده حفر، واديك شايفه الحته اللي احنا فيها، احنا قاعدين في الشارع يا نعيمه. الخلطه بحبل المشنقه. طب ما ناخد الفلوس ونهج من هنا. ما هو هياخد البيت هياخده، بالذوق هياخده، بالعافيه هياخده. احنا ممكن نخسر كل حاجه، لا نطول لا ده ولا ده. تعالى نصمم على 3 مليون، لو خدناهم نهج من هنا، يحفروا بقى يهدوا، احنا مالناش دعوه. اعملي كده، لو عقلك مصدق اللي انت بتقوليه اعملي كده. مش هنسيب البيت يا نعيمه، ودي حاجه لازم تصحي وتنامي عليها. هنعمل قرود، هنعمل مليون جنايه تانية، بس مش هنتعتع من هنا يا نعيمه. طب وزن البنات؟ استحمل الزن والقرف بدل ما يحصل مصايب تانية، وما تخافيش، هفضل جنبك لحد الكابوس ده ما يخلص. حتى لو وافق على 3 مليون، على 10 مليون، هنلاقي 100 حاجة وحاجة. مفيش بيت ولا منطقة هيتهدوا يا نعيمة. وانت لازم تبقي انشف مع بناتك اكتر من كده. لازم اعمل ايه وانزل شوفوا بنات شبطانة، كل ده ما ينفعش. اللا لازم تبقى لا. مش مستقبلي لوحدي اللي هيضيع يا نعيمة، مستقبل بناتك كمان. عشان لو رحت في داهية هتروحي معايا في نفس الداهية اللي هروح فيها. ممكن اتكلم معاك؟ نعم. في حاجات بتحصل بين الراجل ومراته، الولاد ما بيبقوش عارفين عنها اي حاجه. انت كنتوش بتشوفوا غير الضرب والخناقات اللي بتحصل بيني وبين ابوكوا، كنتوش تعرفوا غير الاسباب اللي احنا كنا بنقول لكم عليها، لكن الحقيقه غير كده. اوعي اياكي، مش بعد ما مات بسببك وعملت اللي انت عايزاه جاي عشان تشوهي صورته. انا مستحيل اقول حاجه عن ابوك تشوه صورته، بس ارجوك افهمني يا مازن. فريد الكاشف انا كانت علاقتي بيه علاقه عمل بحكم طبيعه شغلنا في الوسط، لكن احلف لك بالله ان عمري ما كان في بيني وبينه اي علاقه، ولا هو كان السبب اللي خلاني اسيب ابوك. تمام، صدقتك. جاي تبيعي لي ايه بقى؟ حبيبي انا عايزاك تعيش الواقع اللي احنا فيه. عارف يعني ايه يبقى اسمك مازن الكاشف واخوك يبقى هيثم الكاشف؟ عارف يعني ايه؟ يعني باقي الديل اللي بينك وما بينه يكمل. مش هو ما خلفش ولاد؟ مش هي دي البيعه؟ غلط. مجرد ان اسمك يكون مازن الكاشف معناها ان كل حاجه هنا تبقى بتاعتك في يوم وليله، والراجل نفسه عايز كده، وعشان كده عايز يجوزك بنته. مش عاوز منه حاجه ومش هاخد منه حاجه. انا اللي ابويا سايبهولي انا واخويا مش شويه. اللي ابوك سايبهولك؟ معلش، انا عارف ان اي حاجه من ريحته بتولعك. مازن ارجوك بلاش الجوازه دي. انت مش كنت عايز تذلني؟ كنت عايز تعلمني درس، تديني ألم؟ في ايه اكتر من اني بترجاك وبتحايل عليك؟ ان كنت مصمم على الجواز يبقى بلاش البنت دي بالذات، وبلاش الوقت ده بالذات. خلي بنت فريد تكرهك الاول، حرام عليك تجرحها وتفضل عليها بنت زي دي. ماما، تحب اطلع لك من على اليوتيوب الحلقه بتاعت الشهر اللي فات اللي كنت بتتكلمي فيها عن ازمه الفروق بين الطبقات، وكنت بتقولي ان المصيبه هي النظره الدونيه للطبقات العشوائيه؟ كانت يوم 23 اظن. لو ما لقيتيهاش يبقى كلمي اي حد من الاعداد يجيبها لك. من امتى يا نعيمه ما بيجيش معانا اول يوم رايحين فيه الناس جديده؟ انا كلمت لك الست واتفقت لك على كل حاجه وظبطت لك بيدك. ايه هتوهي وانت رايحه لوحدك؟ اه، يبقى انت كده هتوافقي على البيع وهتنفضي بقى لحوار التخديم ده خالص، ودماغك عماله تودي وتجيب. وانا لو منك ولا اروح ولا اجي، ومعاكي مليون حق طبعا. بقول لك ايه، سيبوني في حالي بقى، سيبوني لوحدي. الله. ماشي يا اختي.
ادخل. شكرا يا عبير. مدام شهيرة فين النهارده؟ في الحمام حضرتك. بس يا عمر مش عارف اشتغل. عبير مالك قلب ابوزك ليه؟ في حاجة معينة مضايقاكي؟ حاجة ايه حضرتك؟ معرفش، انا اللي بسألك. اصلي ما بحبش الحاجات تبقى مش متقالة، يعني لو في حاجة قولي، الدنيا مش مستاهلة. انا مش فاهمة حضرتك بتتكلم على ايه. ماشي يا عبير، خلاص الكلام يعني انا عايزك تفردي وشك. حاضر. شكرا. بالراحة يا عمر، احنا مش قلنا البتاع ده في النادي وبس؟ ألف حمد لله على سلامة حضرتك يا مدام شهيرة. الله يسلمك. بس مش حضرتك خلاص فكيتي الجبس؟ ايه لازمته بقى العكاز؟ لا ما انا لسه بعمل علاج طبيعي، بس خلاص قدام يومين واخلص منه خالص. انا حاسة بيكي والله، ربنا يكون في عونك يا رب ويشفي كل مريض. استنى طه جوزي يعني انا كده دلوقتي. يا وليد يا لهوي، وليد الحقني يا وليد. يا لهوي يا لهوي. في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اوعي اوعي اوعي. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. رب استر يا رب. لا لا، لازم نروح المستشفى حالا. لازم نفتح العربية.